ليه لما بيجي في بالنا الهارد كروم ممكن نحس انه غالي او مكلف شويه عن الطلعات التانية زي كالفانا او نيكل كروم مثلا؟ ده لان تكلفه شراء المنتج او الخدمه مش بتتحسب بناء على قد ايه انا دفعت في المنتج ده او الخدمه دي، لكن بيكون بناء على نسبه او معادله زي القيمه او المكاسب اللي هتعود عليا. ففي حالتنا هنا انا بدفع في طلاء الهارد كروم عشان اخد قيمه وعائد مش موجودين في الطلاقات اللي بنحطهم معانا في المقارنه، زي صلابته العاليه وتحمله لدرجات حراره مرتفعه وتحمله للاحتكاك المباشر وغيرهم كتير من الفوائد. فبلاقي في الاخر ان الحقيقه ان طلاء الهارد كروم هو الاستثمار الذكي، الحل الانسب اللي ممكن يقلل من اعطال المعدات والتوقف المفاجئ اللي بيعطل الانتاج، وبيوفر مصاريف الصيانه الضخمه لانه بيحمي الاجزاء من التاكل وبيطول من عمرها الافتراضي وغيره. بس خلي بالك احنا هنا مش بنتكلم عن القطع اللي الستاندرد بتاع هارد كروم، انما بنتكلم عن القطع اللي بايدك القرار فيها. وبس شاركونا ارائكم في التعليقات، هل انت شايف ان اطلاق الهارد كروم استثمار ذكي وفعلا بيحافظ على المعده؟ لو عندك اي استفسار او حاجه سمعتها عن الهارد كروم سيبها في الكومنتات وهنجاوب عليها في الفيديوهات الجايه. واكيد ما تنساش اللايك والشير واشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب هارد كروم تكنولوجي.